ونعود لفعاليات موسم طنطان ضمن الفعاليات التراثية للموسم. نظمت اليوم بساحة السلم والتسامح المسابقات النهائية للبطولة الوطنية لسباق الإبل. في المتابعة حافظ محضار وعبد الرحيم حاج. الجولة الختامية من سباقات الإبل بساحة التسامح والسلم تسدل الستار على منافسات البطولة الوطنية لسباقات الهجنة، منافسات بالطابع الأصيل شدت إليها اهتمام عدد من المتابعين الذين يحرصون على مواكبة هذه الفعاليات التراثية المتجدرة في الذاكرة الثقافية لأبناء الأقاليم الجنوبية. في إطار اليوم الثالث من فعاليات موسم طنطان اللي الحمد لله اليوم تميز بمنافسه ديال سباقات الإبل اللي تنظم سنويا وفي كل على مدار السنه في اطار البطوله الوطنيه. في هذا الموسم نعدوا نهائي البطوله الوطنيه لسباقات الهجن موازيه مع فعاليات الموسم الديني موسم طنطان. السباق النهائي لموسم 2022-23 موسم طنطان 2023 نسخه 16 كان اليوم هو النهائي، وكنا الحمد لله من الناس اللي حصلت على جائزتين اللي هما افضل جوائز القيمه اللي تنعطى دوله الامارات الشقيقه، وكانت مشاركه الكسابه متكثفه وكان مولي المنافسه قويه. القائمون على هذه المنافسات التراثية برمجوا بالموازاة مع سباقات الراكب البشري منافسات في صنف الراكب الآلي التي أصبحت بدورها تحظى باهتمام واسع في أوساط مربي الإبل بالجهات الجنوبية. جراو 4 ديال السباقات كانوا فيها عدد مشاركين 45. تم الفوز ديال 40 كساب بالمنح الماليه اللي المقدمه من طرف الداعم ديال السباقات موسم طنطان لدوله الامارات العربيه الشقيقه. شهدت هذه الحلبة أشواط تراثية بمشاركة وازنة للأشقاء في الإمارات، وهذا يدخل في إطار العناية الفائقة اللي يوليها جلالة الملك لرعاياه الأوفياء داخل هذه الربوع، وكذلك لما يليه جلالته للثقافة الحسانية والتراث الحساني كرافد من روافد الثقافة المغربية. هذا طال عمرك دعم الملاك الإبل سواء كانوا في المملكة المغربية أو في أي دولة، هناك لهم دعم خاص من دولة الإمارات تدعم هذه الشريحة وين ما كانت. فنحن في السنة يمكن السابعة أو الثامنة الحين اللي هو سباق الإبل يكون مصاحب في مهرجان الموسم، كذلك فعالية مزاينة الإبل، مسابقة المحالب. مسك ختام هذه المنافسات توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف أصناف السباقات التراثية المسطرة ضمن فعاليات الدورة الحالية من موسم طنطان ذي الإشاع الدولي.